حبايب قلبي متابعين الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مهما عملت من وصفات هتفضل دي احلى اكلة قريبة لقلبي، بحبها وبعملها بطريقة حلوة جدا. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد عشان هو ده سر النجاح. وزي ما شفتوني كده صبح صبح يا عم الحاج، جبت بقى المسن بتاع السكينة ومسكت سكينتي حميتها. انا بحب بقى اسن السكاكين بتاعتي، احمي السكاكين، اشتغل كده بسكينة حامية. تمام. دلوقتي بقى انا هتبل الفراخ زي ما انتوا شايفين. طبعا جبت عندي بصلتين كبار، واتفرجوا بقى على تتبيلة الفراخ اللي بتاعت امهاتنا كده وحبايبنا كده واجدادنا. عايزه اقول لكم ان مفيش حد بيعمل الفراخ دي زيي حرفيا، لان انا متعلماها من اتنين ما عادوش موجودين في الدنيا، من امي وستي الله يرحمهم هما الاتنين. الله يرحم ستي بقى كانت تقول لي يا هدير، اقول لها نعم يا ستي، تقول لي تعالي وهاتيلي معاكي فراخ وانت جايه، جوز فراخ من البلد الحلوين اللي انت بتشتريهم، مفيش حد بيعرف يشتري الفراخ زيك. كانت الله يرحمها تحب الفراخ اللي انا بشتريها، لان انا بشتري الفرخه. اولا احنا ناس ملناش في الفراخ البيضه، احنا ناس متربين على الغالي ومتربين على الحاجة البلدي. فدايما اروح اجيب الفرخة كده، الفرخة الرز اللي بيبقى ليها عرف احمر كده من فوق، البلدي دي لازم تكون بلدي بلدي عشان خاطر اجيبها كده، وكان يبقى طعمها جميل. الله يرحمك يا ستي ويغفر لك ويجعل مسواك الجنة يا رب. الفراخ مغسولة كويس زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى عملت المرتة، قطعت بصلتين كبار خرطتهم على ايدي خرط متوسط، بلاش في الكبة لان بتبقى وحشة. طريقة المرتة دي يا ريت على الايد احسن. وتبلتها بقى معلقة من البهارات المشكلة، على معلقة من الفلفل الاسمر، على ملح. ومسكت كده الفرخة بقى اللي انا غسلها بالليمون والدقيق والجنزبيل، ونهيت اي زفرة فيها. بحشي الفرخة دي حشوة كويسة من تحت الجلد ومن جوه الفرخة نفسها. عايزة اقول لكم بقى احلى فراخ تاكلوها بالطريقة دي، مش هتلاقوا حد يوريكم طريقة الفراخ دي تاني، لان زي ما قلت لكم في اول الفيديو اللي بيعملوها خلاص خلصوا. هكتف الفرخة كده خلف خلاف، ودايما لما نيجي نشتري فرخة من الراجل نقول له حافظ لنا عليها، يعني لا تهريها ولا تكسر لنا رجلها ولا تقطع لنا التكتيفة اللي بنكتف الفراخ بيها. دلوقتي بقى بصوا انا عملت ايه. بعد ما عملتها خلف خلاف جبت جناح ورحت قافله بيه زي ما شفتوا من تحت كده عشان الحشوه ما تطلعش. وجبت قلب الفرخه بعد طبعا ما غسلاه ومنضفاه كويس، ورحت حطاه من فوق، حشيته من فوق من الفتحه اللي في الفرخه من فوق عشان ما تخرجليش الحشوه في الشوربه. ورحت بقى متبله بقى حواجي الفرخه بقى، الكبده والقنصه والحاجات دي كلها. سبت الفرخه هتتبل، عايزين تسيبوها من بالليل بساعتين نص ساعه تعملوها في ساعتها براحتكم. عملت لها هنا بوكيه جرنيه خفيف في ميه بتغلي كده، حطيت بصل وحطيت ورق لورا وحطيت فلفل اسود خشن، وحطيت كده كام فص حبهان. الميه غليت كويس، نزلت بالفرخه على ظهرها، وضروري ننزل الطيور على ظهرها عشان ما تفتحش مننا. دلوقتي حطي الملح عادي جدا. واول ما نشيل الراسب هنروح حاطين شوية فلفل اسود خشن. هغطي على الفرخة واسيبها لحد ما تتسلق كده. هي اتسلقت، الله على اجمل شوية شوربة رايقة بتوع الفراخ البلدي. تعالوا هنا بقى نعمل بقى شوية ملوخية. الفرخة الحلوة بتاعتنا ما تكملش الا بشوية الملوخية، وبرضو ملوخيتي لا يعلى عليها. جبت بقى المخرطة. هنا بقى كنت بوريكم ان انا جايبه الملوخيه طازه فريش. طول ما بقى قادره ان انا اجيبها فريش، بحب الملوخيه الفريش. يعني انتوا تلاقوني قليل قوي لما تلاقوني استعملت الملوخيه الفروزن. بصوا هنا بقى كنت بقول لكم ايه، ازاي هتعملي ملوخيه بطريقه الست المصريه. ازاي؟ انا اقولك. تجيبي حزمه ملوخيه وتجيبي فرخه تكون عافيه عشان تعملي احلى شوية ملوخية. خلاص خرطنا الملوخية
وبعدين هنا بقى مش عارفه كنت هعمل ايه، يا ترى ده الرز ولا لسان عصفور، بس غالبا دوت اللسان عصفور، الرز معلش. تمام. هعمل بقى احلى شويه رز مفلفلين عشان تاكل بقى شويه رز بملوخيه. في ناس كتير تحب الملوخيه بالعيش، انا بحبها في كل حالاتها، بالعيش وبالرز، بحبها في كل حالاتها. نسخن الحله جامد، ونسخن الماده الدهنيه جامد، ودايما نعمل الرز بالزيت عشان يطلع مفلفل معانا. هحمر الشعريه، ونخلي نص مقدار الرز نصه شعريه، يعني ده ربع كيلو شعريه هحط عليه نص كيلو رز. تمام. حطيت فيها مكعب مرق الدجاج مع الشعريه وهي بتتحمر، هوصلها للون الذهبي. عاوزه اقول لكم ان مكعب المرق بيفرق كتير جدا وانتي بتحمري لسان عصفور او بتحمري شعريه. تمام. حمرنا كده الشعريه كويس قوي، اديناها اللون الذهبي، ورحت نازله كده بنص كيلو من الرز، رز المصري العادي مغسول. وهبدأ بقى ان اشوح واحط الملح، وهسقي الرز بالمية العادي، يعني المية عادية جدا مش مية سخنة. بصوا شايفين بقى حلاوة الشعرية كده بتبقى كتيرة مع الرز اللي بيتاكل بالملوخية دي، بيبقى العشق كله. مهما جربت من وصفات وعملت ما بحبش والله الا الاكل التقليدي بتاعنا ده، جميل جدا مفيش احسن منه، وخصوصا كمان لما يطلع من ايد حد يكون ليه نفس في الطبيخ. زودت معيار الرز، هنسيبه لحد ما يتشرب، نوطي عليه لمدة ربع ساعة، وكده عندك أحلى رز بشعرية. تعالوا هنا بقى نعمل شوية لسان عصفور بشوية شوربة الرايقة دي اللي انتوا شفتوها من شوية. عايزة أقول لكم ريحة لسان العصفور بتاعي بيبقى خطير. جبت هنا عندي حتة سمنة بلدي على شوية زيت، هسخنهم كويس، وبرضو هحط لسان عصفور زي ما انتوا شايفين كده. ولسان العصفور ليه تكات عشان يطلع ناجح معاكي. اولا لازم يتحمر وياخد لون كويس، ثانيا لازم تحطي له الشوربه تكون سخنه، ثالثا ما نغطيهوش. عشان ليه بقى هنحمر كويس؟ عشان لسان عصفور ما يتعجنش مننا ويشرب الشوربه. ما نغطيش لانه هيطفح ويبهدل لنا الدنيا ويبهدل لنا البوتاجاز، فلسان العصفور مش بيتغطى. يعني هنحمره كويس عشان قلت ما يشربش شوربته. تمام. خد كده اللون الذهبي معايا، الذهبي الغامق. رحت بقى نازله بالشوربه، بقى الشوربه تكون سخنه عشان يستوي على طول وما يطلعش كده معجن. حطيت كميه الشوربه وهسيبه بقى لحد ما يستوي. هزوده شويه ملح بس لو محتاج، طبعا لو الشوربه مظبوطه خلاص. شويه بقى سمنه على زيت، وحمر الفرخه. بصوا الرز بقى مفلفل الواحده بوحدتها، الله الله. تعالوا بقى نعمل احلى شويه ملوخيه من ايدي. حطيت هنا شوربه، ودايما ما نكترش في معيار الشوربه عشان الملوخيه لا تسقط منك ولا تخف. نحط الشوربه لحد ما تغلي كويس، ربع معلقه توم مفروم، عليها كزبره. ظبطت كده الشوربه بقى كزبره وملح. ننزل بمكعب مرق الدجاج، وبعدين نقلب الشوربه دي ونسيبها تغلي كويس قوي. نحاول ان احنا نشيل الريم اللي على الوش ده. رحت بقى نازله كده بالملوخيه، وبدات ان انا افك فيها بالمضرب اهو بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دي. الريم اللي على الوش ده انا هشيله بالكبشه، مش هيبقى موجود. تمام. دايما قلت نظبط الملوخيه ونحط شويه سكر في الشوربه، ما تنسوش المعلومه دي، ربع معلقه سكر كده. نشيل الريم ده. اول ما تاخد لي غلوه على النار، ما سيبش الملوخيه تغلي كتير، اول ما بتبدا اروح شايلها من على النار على طول. شايفين قوامها كان حلو ازاي؟ حته بقى سمنه بلدي، وتعالي بينا نعمل احلى طشه ملوخيه. عندي هنا توم، حط عليه شطه وملح، وهبدا اني احمر التقليه بتاعه الملوخيه. طشه الملوخيه يا سلام. حطيت بقى عليها اول ما التوم اصفر كده حطيت كزبره،
ما نحطوهاش في الاول عشان التوم ما يتحرق، الكزبره ما تتحرقش مننا. اول ما خدت اللون الذهبي تعالي نطش الملوخيه. وطول عمري بعملها كده ولا بقول ولا حاجه من دي، يعني لا بشهق كده زي اللي بشهق ولا حاجه من دي. شايفين بقى الملوخيه؟ يا سلام الله. طشة ملوخيه بقى، ولا تقولوا لي صبح كابر، ولا تقولوا لي حجوجه ولا مجوجه، ولا الحتت الايه اللي هي ايه عامله شو على الفاضي وخلاص دي. ادي شويه الرز بالشعريه والفرخه وشويه لسان العصفور والملوخيه. اكله خفيفه كده تنقي يعني المعده كده، وبطريقه رهيبه. اشوفكم على خير. صلوا على النبي. السلام عليكم.